اهلا بيكم في حلقه جديده على اليوتيوب. من اشهر المكملات الغذائيه الموجوده في العالم كله هما البروتين والكرياتين. ناس كتير تقول لك خليك في الكرياتين، كده كده البروتين تعرف تاخده من الاكل عادي. ناس تاني تقول لك لا خليك في البروتين، فيه احماض امينيه اساسيه وهيساعدك اكتر في البناء العضلي. طيب انت مثلا شخص قدامك تجيب يا بروتين يا كرياتين، تختار انهي واحد فيهم وتعرف ازاي الانسب ليك؟ ده اللي هنقوله النهارده. معاكم جورج رضا في قناه دكتور فيت. يلا بينا نبدا على طول. الاول عاوزين نتفق على حاجه، بروتين او كرياتين او اي مكمل غذائي تاني ده كله اسمه مكملات غذائيه، يعني بتكمل احتياجك من الاكل، لكن الاكل والنظام الغذائي بتاعك ده اهم بكتير. طيب انت مثلا خلاص ظبطت النظام الغذائي بتاعك، عاوز بقى تجيب مكمل غذائي يزق معاك الدنيا عشان تشوف نتائج احسن، وقدامك يا تجيب بروتين يا تجيب كرياتين. قبل ما اقول لك تجيب انهي واحد فيهم هنتكلم سريعا كده عن البروتين بيعمل ايه والكرياتين بيعمل ايه وايه هو الميكانيزم بتاعهم في الجسم لما بتبدا تستخدمهم. وهنقسم البلد نصين زي ما بيقولوا، وهنحط مسارين، مسار للبروتين ومسار للكرياتين. شوف انت انهي المسار اللي هيبقى مناسب معاك واختاره وامشي عليه. بالنسبه للبروتين افريج او متوسط السكوب بيبقى فيه 25 جرام بروتين، فيهم كل الاسينشال امينو اسيد او الاحماض الامينيه الاساسيه اللي هتساعدك في البناء العضلي وزياده الاستشفاء وتقليل الهدم العضلي. وبالنسبه للكرياتين السكوب بيبقى فيه تقريبا 5 جرام، لما تستخدمه بيزود من مخازن الفوسفوكرياتين في العضلات، بالتالي هيزود من الاي تي بي الادينوزين ترايفوسفات. الاي تي بي دي عمله الطاقه في الجسم، كل ما تزيد طبعا كل ما طاقتك هتزيد، بالتالي هيزود من طاقتك وادائك في التمرين وهيزود من اوزانك في التمرين، بالتالي بطريقه غير مباشره هيزود من عضلاتك. ده غير ان الكرياتين بيزود من تخزين الميه جوه الخلايا العضليه، بالتالي هيخلي شكل العضلات اكتر وبرز احسن. طيب لو انت شخص قدامك تجيب حاجه واحده من الاثنين، هقول لك امتى تجيب بروتين وامتى تجيب كرياتين. المسار الاول معانا لو انت شخص مش بتقدر تدخل احتياجك اليومي من البروتين الحيواني بالذات، او مثلا مشغول مش بتلحق تاكل كل وجباتك، سكوب واحد تحطه في شويه ميه او لبن هيساعد معاك انك تخلص احتياجك اليومي من البروتين. عشان مثلا في الحاله دي لو رحت جبت كرياتين وزود من طاقتك واوزانك وادائك في التمرين، بس ده مش هيستمر فتره خلي بالك، جيت في المقابل بقى ما دخلتش احتياج جسمك من البروتين، فيبقى انت زودت الهدم في عضلاتك وما اديتش لجسمك الطوب الكافي بين قوسين البروتين اللي هيساعدك يبني وتعوض الهدم اللي انت عملته في التمرين ده، يعني الهدم هيزيد والبنى هيقل، بالتالي هيحصل هنا عدم توازن بين الهدم والبنى والهدم هيكون اكتر. نيجي بقى للمسار الثاني وفي المقابل، لو انت شخص بتاكل كويس وبتدخل احتياجك من البروتين، هنا ارشح لك تجيب كرياتين، كده نكون ظبطنا المعادله تمام. ولو سمعت مثلا فيديوهات قبل كده عن الموضوع ده هتلاقي الاغلب بيقول لك رشح لك كرياتين. طبعا ال5 جرام دول عشان تاخدهم من الاكل محتاج كيلو لحمه في اليوم، وده صعب عليك عقليا وذهنيا وصحيا وماديا ونفسيا وكل حاجه. لكن البروتين ال25 جرام دول ممكن تعوضهم ب 100 جرام فراخ، مع ان مش بالظبط قوي كده، عشان في شركات بروتين اصلا بتبقى حاطه في العلبه الواحده اكتر من نوع بروتين وبيبقى عليه مواد وانزيمات تاني بتساعدك اكتر، لكن دي مش قصتنا قوي النهارده، ممكن نبقى نعمل عنها حلقات تانية كتير. اللي بيقول لك ارشح لك كرياتين على طول علشان مش هتعرف تعوضه بالاكل هو ماشي صح وكل حاجه، لكن في نقطه مهمه قوي هنا ناقصه، ان انت لازم تكون مكمل احتياجك من البروتين. لكن انت مهما اخدت كرياتين بس مش بتدخل احتياج جسمك من البروتين، هتبني ازاي العضلات دي؟ زي ما قلنا من شويه، ينفع مثلا تبني الدور الثاني على طول من غير ما تبني الاول؟ نفس الفكره بالظبط، دخل احتياج جسمك من البروتين الاول، بعد كده استخدم كرياتين او اي مكمل ثاني براحتك، سواء بقى تكمل احتياجك من البروتين ده عن طريق الاكل او عن طريق المكمل. وساعتها لما تكون بتدي جسمك احتياجه من البروتين هات كرياتين بقى براحتك، ولو قدرت تجيب الاثنين بروتين وكرياتين طبعا هيكون افضل. وفي شركات اصلا عامله في العلبه الواحده بتلاقي فيها بروتين وكرياتين مع بعض. وفي النهايه بروتين او كرياتين دي كلها مكملات بتكمل احتياج جسمك من الاكل اللي هيبقى ناقصك في الدايت بتاعك، لكن الدايت والنظام الغذائي ده اهم حاجه لازم تركز عليها وتحاول تلتزم عليه على قد ما تقدر مع تمرين مناسب ليك. ولو عاوز تبدا معايا تدريب الاونلاين، انا اللي بتابع معاك وبصمم لك كل البرامج بنفسي، التمرين والدايت، ابعت لي مسج على اكونت الانستجرام وهبعت لك كل التفاصيل. ولو عاوز تشتري مكملاتك الغذائيه اصليه ومضمونه 100% سواء بروتين او كرياتين او اي مكمل تاني، يبقى دكتور فيت ستور، ومتاح الشحن السريع لجميع المحافظات. هتلاقوا لينك الويب سايت وصفحه الانستجرام في الديسكريبشن تحت. وما تنساش جيت فيت وذ دكتور فيت، واستنوا الحلقات الجايه.